التجار دلوقتي بيتخلصوا من كميات كبيرة جدا للطماطم علشان ترجع ترفع تاني ويبيعوها بسعر أغلى للناس. الفيديو ده مهم ورسالة لكل تاجر ولكل مزارع بعد الأحداث الأخيرة اللي بنشوفها الأيام دي. واللي حصل إن للأسف الأيام دي بيتم التخلص من كميات كبيرة جدا لمحصول الطماطم سواء من التجار أو المزارعين. تريلات بتفضي كميات كبيرة جدا من الطماطم سواء في الجبل أو في المصرف أو تتساب كده على العربيات لحد ما تبوظ أو تتساب في الزرع. طبعا المزارع او التاجر دلوقتي يقول لك يا عم دي مش جايبه همها، لا تجيب هم العمال اللي هيجنوها ولا اللي هيحملوها ولا العربيات اللي هتحمل ولا هتجيب اي حاجه. محصول طماطم ايه دلوقتي اللي العدايه وصلت ل 30 و40 جنيه، دي مش جايبه حتى همها. انا عايز اقول لك وافكرك بس، انا اللي من كام شهر ما كنتش لاقي الطماطم دي وكنت بضطر اشتريها من 30 ل 40 ووصل بيها الامر ل 50 جنيه وما كنتش لاقيها. تخيل ان كانت في ناس تخش على الخضر تشتري عدد طماطم، يعني حبيتين او 3 أو 5 حسب ما هتاخد. بس أنا عارف إنك كلفت وتعبت وصرفت، بس يوم ما كانت غالية أنا كنت بشتريها. ليه لما سعرها نزل دلوقتي بتتخلص منها ومستخسرها فيا؟ لو الموضوع مكلف عليك في الجني والنقل بص لأهل قريتك أو أهل منطقتك وقول لهم تعالوا خدوا ربنا إن شاء الله هيبارك. اللي بياخد منك بالعداية دلوقتي من كام شهر كان ياخد منك بالحباية، يبقى لما سعرها يقل تستكترها عليها وترميها بدل ما تديها لهم.